السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حلقة جديدة من قناة محمد خالد. والنهاردة بإذن الله الفيديو التاني. لو كنت تفتكروا من فترة كنت عملت لكم فيديو بين أنا ماسك اتنين فريق أرسنال في نفس واحد في دوري إنجليزي واحد في دوري إنجليزي. كنت قلت لكم هلعب واحد بخطة 4-3-3 حرف البي، واحد 4-3-3 حرف الإيه، وأنهي الخطة الأفضل. فأنا بصراحة ما كنت مشغول الفترة اللي فاتت. هو حوالي عملت لكم الفيديو كان في الجولة التانية أو التالتة أو الرابعة في الحدود دي، وهنا دلوقتي هعمل لكم في الجولة التلاتين عشان نشوفه. هندخل بعد ما يخلص الماتش ده وهنسمع الماتش التاني بتاع أيضا أرسنال وأستون فيلا، هما الاتنين في نفس الجولة التلاتين، وهنشوف الإحصائيات وهنشوف أنهي فريق أحسن، وأنهي فريق هجومه أحسن، وأنهي فريق دفاعه أفضل، وأنهي بيستقبل أهداف كتير وأنهي ما بيستقبلش أهداف. هنا كنا فزنا على فريق أستون فيلا 1-0. هنبص كده على جدول الدوري. هنا عندنا فريق أرسنال 76 نقطة بفرق 6 نقط عن فريق مانشستر يونايتد، ثم في المركز الثالث ليفربول. هنا زي ما انتم شايفين احنا مسجلين 78 هدف وعلينا 17 هدف. هو علينا معدل أهداف كتير وأكتر من الفرق اللي تحتينا، ولكن جايبين معدل تهديف حلو خالص أعلى من الفرق اللي تحتينا، جايبين 78 هدف. يعني حوالي احنا كده 61 جول، الفرق بين الاتنين 61. تمام. وهنا معانا 159 مليون، وقيمة الفريق بتاعنا 691. دي الخطة 4-4-2 بي، ولكن لسه مغيرها قريب، يعني طول الدوري ماشي بالخطة 4-3-3 حرف البي. هنخش هنا على فريق أرسنال، وأيضا النهاردة هيلاعب أستون فيلا. هنعمل خط المباراة. هنا فاز الفريق 6-0، ولكن ده مش مقياس لأن هناك كنت مغير الخطة 4-4-2 حرف البي. عفوا، هناك أرسنال الفريق الفتحة الأولانية كنت ماشي الموسم 4-3-3 حرف الآ. أرسنال دي ماشي ب4-3-3 حرف البي. هنا أرسنال مجمعة 72 نقطة، والمركز التاني مانشستر يونايتد 70 نقطة. ورغم إن هنا مفيش فرق بتنافس زي الدوري التاني، يعني هناك 76 نقطة، هنا 72، وهنا 77 هدف وهناك 78. هنا عليه 10 أهداف وهناك كان عليه 17 هدف. لو حسبنا الفرق هنا هنلاقوه هنا 67، يعني هنا أفضل. ولكن لو حسبناها إن هنا مفيش مدربين زي الدوري التاني، دي أول نقطة. تاني نقطة إن هنا فرق أرسنال فرق نقطتين، وهناك فرق 6 نقط، وهنا 72 نقطة وهناك 76 نقطة. فأنا كده من وجهة نظري أرشح لكم الخطة 4-3-3 حرف الآ. هوريكم التكتيكات بتاعتها، ولكن هوريها لكم هنا بالفتحة دي. هنخلوا الخطة 4-3-3 حرف الآ. أهم حاجة نحط الجناحات في مكانها. هنا صانع عادي بيلعب جناح شمال أو جناح يمين مش هتفرق، حاطين قدام بالجنهام، وهنا جندوجان، وتحت حاطين شاكا. هنشتري كم مدافع كويس. هو هنا عموما أنا موقف بيع وشراء لعيبة، بس هنا قيمة الفريق 835
835. هناك كان حوالي 600 وحاجة. هنا مارتينيز لعب 12 مباراة، حط 12 هدف وعمل 8 أسيست. ساديو ماني مستواه ضعيف، نحطه على قائمة الانتقالات. وهنشيل كيميتش ونحطه فالفيردي. هنسيب ديفيد سيلفا على قائمة الانتقالات ونحطه اللاعب تومورو. هنكمل الخطة، هنحط ورا خالص في الخطة دي 4 مدافعين اللي هم قلوب دفاع صراحة، مش هنحطه باكات بمعنى الأصح. هنروح على التكتيكات بتاعتها. احنا عملنا التكتيكات زي بعضهم المرة اللي فاتت، التكتيكات مش بتختلف من A ل B. هيبقى التلاتة دول 79. قطع الكرة حذر أكيد، قصدي قطع الكرة يبقى على حسب لون الحكم، بس انت خليه حذر بالذات لو مبتدئ عشان تاخد الإنجاز بتاع اللي هو الصالح، عدم أخذ إنذار في 50 مباراة على ما أعتقد. وسط التسلل لا، الهجوم فقط. نصف الملعب البقاء في محله، والدفاع الدفاع في الخلف. أسلوب اللعب هيبقى تمريرات. ويا شباب موجود خطة، نفس الخطة 4-3-3 ولكن لو هتلاعب فريق أقوى منك وعايز تلعب بنفس الخطة دي، بس مش أقوى منك أو أقوى منك بفرق بسيط، أيضا هتلعب بنفس الخطة دي، ولكن في تركات هتبقى في التكتيكات. متخصصون طبعا هنا هنخلوه رأس الحربة، والضربات الركنية هنخلوها شاك. وده كده كنا شفنا الفرق بين الخطة 4-3-3 والخطة 4-3-3 وهنا قد انتهى الفيديو. أرجوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي لا تفوتكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.